السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل طاجن ورق عنب باللحمة، هيعجبكم قوي. معلقتين سمنة بلدي، لازم سمنة بلدي، وعليهم معلقة زيت، وهنحط فيهم اللحمة. مش هنحط مية خالص، هي ميتها منها فيها كده. دي رشة جوز الطيبة وفلفل اسود بس، دي رشة سكر. وهغطي بقى، هي عماله تنزل ميه منها فيها لحد ما شربتها. قمت انا اديتها بقى كوبايه ميه. دي بقى طبعا الصلصه، وعليها الرز، نص كيلو رز، حزمتين كزبره خضراء وحزمه شبت، ودي بصلتين مبشورين، معلقه ملح ومعلقه فلفل ومعلقه كزبره ناشفه. وهقلب بقى كويس طبعا. شويه زيت صغيرين، يعني حوالي كده 3-4 معالق زيت. حطيت في قاع الحله بقى طبعا شرايح الطماطم واللحمه اللي خدت نص السوا في الحله، هنحطها بقى في قاع الطاجن. والسمنه دي خليها، مش هنيجي جنبها، هي شربت الميه اللي انا حطيتها لها حوالي كوبايه. هلف بقى، هلف بقى طبعا. وبعد كده بعد ما اخلص لف هرصه بقى في الطاجن فوق اللحمه بالظبط. طبعا هنا بعد ما رصيته في الطاجن، ودي السمنه اللي هي اللحمه متحمره فيها نص سوا، اديها بقى مكعب مرقه على الوش وشرايح الليمون. شرايح الليمون وبعد كده هديله حوالي كوبايتين ميه. ده نص كيلو ورق عنب ونص كيلو رز، وده نص كيلو لحمه اللي في قاع الطاجن. وهروح مغطيها بورق ألمونيوم اول نص ساعه، وادخله في الفرن على درجه حراره 200. وبعد كده النص ساعه التانية هروح شايله طبعا الورق الألمونيوم واسيبه النص ساعه التانية على درجه حراره 180. كان طعمه تحفه بصراحه، كان جميل جدا. انا بقى هنا كنت هقلبه. كان طعمه تحفة لدرجة اللحمة كان طعمها جميل جدا في سوى الورق العنب كمان. انا بقى كنت شلت الطماطم اللي في قاع الطاجن اللي كانت على وش الطبق. كان طعمه جميل. واذا عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.